ولادي بقى قالوا لي عايزين ناكل حواوشي من بره، قلت لهم ده انا هعمل لكم في البيت حواوشي احلى من اللي بره مليون مره، نظافه. وكمان السندوتش والرغيف هيبقوا مليانين، وهعمل لكم احلى 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 حواوشي ممكن تجربوه. معايا بقى كيلو لحمه، اللحمه دي فيها نسبه دهون، لازم يكون لحمه الحواوشي فيها نسبه دهون. كيلو اللحمه عليها المفروض عليها كيلو بصل، بس انا ما حطيتش بصراحه كيلو بصل، انا حطيت تقريبا يعني 600 700 جرام كده بصل. تمام. وعليهم 4 أو 5 قرون فلفل، منهم 2 حار و2 بارد، وكمان 5 فصوص توم. ومعايا بقى طبسية صغيرة كده أو كوباية ليا ضاني. الليا الضاني بتخلي طعم الحواوشي يا لهوي تحفة، تحفة بجد. جربوا تحطوا الليا على لحمة الحواوشي وجربوا الحواوشي بقى، هتدوقوا حواوشي مختلف تماما. معايا هنا بقى توابل، ومعايا كيس خلطة كفتة. كيس خلطة الكفتة بيحتاج نص كيلو لحمة، يعني النص كيلو اللحمة عليه كيس خلطة كفتة. انا معايا كيلو لحمة فحطيت كيس خلطة كفتة، وحطيت معلقة من الفلفل والبابريكا وسبع بهارات وجنزبيل وقرفة، وكمان كزبرة ناشفة. معلقة كبيرة من كل الحاجات دي مع كيس خلطة الحواوشي، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي اللحمة بتاعة الحواوشي هشة كده ومش مكتومة، وتحفة بجد وطعمها حلو قوي. تمام. في الكبة بتاعنا بقى هننزل بالبصل والفلفل والثوم واللية الضاني، وهنفرمهم فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ألم البصل بتاعي كده، وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي على البصل، واعجنهم كويس قوي قوي، وانزل بالتوابل وبكيس خلطة الحواوشي ومعلقة البيكنج باودر، واقلب واعجن كويس جدا جدا لحد لما الاقي البصل اختفى تماما زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كانت محتاجة بصل كمان، بس انا مرضتش اكتر لها بصل يعني علشان الولاد والكلام ده. فانتي ممكن تحطي على الكيلو اللحمة كيلو بصل، ولا هيبان معاكي وهيضاعف معاكي الكمية، وهتعمل معاكي كمية حلوة قوي قوي. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله خطيرة، وريحتها بقى مش عايزة اقول لكم. هنا بقى جبنا عيش بلدي مخصص للحواوشي من الفرن، يعني بيبقى الرغيف تخين شوية كده، مش رقيق زي العيش البلدي التاني. هنا بقى هنفتحه ممكن بالطريقة دي بالسكينة، ممكن تفتحيه كمان بايدك زي ما انت عاوزة، الطريقة السهلة ليكي بتفتحي بيها. اهو زي ما انتوا شايفين العيش طالما صابح معاكي هيتفتح معاكي بكل سهولة. هنكور بقى اللحمة كده، ناخد حتة كده علشان يبقى الحواوشي بتاعنا كله نفس السمك. يعني هناخد كده تقريبا كورة كبيرة على كفة ايدك، وهتبداي تحطيها في الرغيف وتبططي على الرغيف كده علشان تفردي اللحمة. اهو كورة كده ملو ايدك، املي السندوتش بقى، محدش هياكل غريب يعني، ما احناش هنبيع ده للبيت عندك. فظبطي الرغيف كده وامليه ما شاء الله بيبقى جميل جدا جدا معاكي. اهو بنحط اللحمة ونبدأ نبططه كده ونفرده في الرغيف. ما شاء الله كمية عملت معايا تقريبا 18 سندوتش ومليانين بطريقة رهيبة. هحضر بقى الصينية اللي هدخلها الفرن. احنا هنا هنعمل الحواوشي بطريقتين، بطريقة في الفرن وطريقة تانية على البوتاجاز. الاسهل بالنسبه لكم بقى اعملوا بيه، وهقول لكم في الاخر الطريقه ان هي اللي طلعت حلوه قوي. دهنت الصينيه زيت، وجبت حته ليا كمان بقى كده وقطعتها تحت الرغيف الحواوشي. يا لهوي على السندوتش ده، تدوقوه بقى طعمه خطير. الليا بتخلي الطعم في حته تانية خالص. الرغيف بقى دهنته زيت من تحت، ودهنت برضو الصينيه، وهرص الرغيف الحواوشي بقى كده جنب بعضه، وبعدين ادهن الوش بتاعه. دهنة الزيت دي بتخلي الرغيف بتاعك مقرمش وطعمه جميل جدا. تمام. هدخله الفرن بقى على الرف اللي تحت. اهو 5 دقايق بالظبط خد اللون، وهبدأ اقلبه على الوش التاني برضو 5 دقايق كمان، وهيستوي معايا ويبقى زي الفل. هنا الطريقة التانية بقى، طاسة على النار هنحط فيها شوية زيت، ونبدأ نحط الحواوشي بتاعنا برضو وندهن الوش بتاعه. اهو وهغطيه واسيبه تقريبا برضو 5 دقايق، وبعدين هقلبه على الوش التاني. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. ده بتاع الفرن وده بتاع الطاسة. بالنسبة لي انهي احسن؟ بصراحة بتاع الطاسة طلع جميل جدا وسريع وحلو قوي قوي، وبتاع الفرن برضو طلع حلو، بس حسيت بتاع الطاسة مش واخد زيت كتير،
الطاسه منشفاه شويه كده وحلوه قوي قوي يعني هما الاتنين جمال، بس تسويه الطاسه طلعت حلوه بالنسبه لي وسريعه. بس جبت بقى صينيه كده وفرشت فيها ورق زبده وبدات احط الحواوشي عليه. انا ما عملتش الكميه كلها علشان يبقى سخن معايا كده، وقت ما عاوز اكل نسوي على طول. هنقدمه بقى جنب الترش كده والشويكس، الله على الجمال. هنا بقى هنقسم رغيف الحواوشي نشوف الحشو بتاعه من جوه. شايفين ده اللي هو بتاع الطاسه، والتاني اللي انا بقسمه دلوقتي ده بتاع الفرن. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحشو مليان، سندوتش خطير. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، في رعايه الله، سلام عليكم.